مرحبا بكم في حلقة جديدة مع سعاد نوفا على قناة النقيب. اليوم الموضوع ديالنا الميكسيت والاحتقال الكبير اللي فيها على بعد 3 أشهر. بقاو معنا وتابعوا الحلقة. تخيل تفيق الصباح وتلقى الشوارع محروقة، الطرق الرئيسية مسدودة، والرصاص صوتو ما كيحبش لا ليل لا نهار. هادشي ماشي فيلم ديال ارتشن، بل واقع كيتعاش دابا في المكسيك. من بعد عملية أمنية كبيرة حيدت واحد من أخطر زعماء المخدرات في العالم، نيميسيو أوسيدويرا سيرفانتيس، المعروف بإلمينشو، اللي كان تيقود كارتيل خاليسترو الجيل الجديد. مباشرة من بعد ما تمت التصفية ديالو، اندلعت موجة عنف وانتقام في عدة ولايات. إطلاق النار، إحراق السيارات والشاحنات، سد الطرقات بواحد الطريقة الإنزال وتطويق المدن تتسمى عندهم ناركو بلوتيوس، باش تشل الحركة وتزرع الرعب وسط السكان. مدن كاملة ولات شبه مشلولة، المدارس تسدات، الرحلات توقفات، والمحلات التجارية هبطات الريدو. علاش؟ خوفا من الهجمات. والسلطات طلبت من المواطنين يبقاو في الديور ويتفاداو التنقل إلا للضرورة الملحة. هذا الانفجار في العنف راه ما جاش بالصدفة، بل كيعكس واحد الصراع محتمل على الزعامة داخل الكارتيل، حيث منين كيسقط الزعيم الكبير كيبدا واحد السباق دموي للسيطرة على طرق التهريب والمناطق اللي تدخل الملايير. المكسيك تتعيش منذ سنوات واحد الحرب غير معلنة بين الدولة والكارتيلات، اللي ولات هاد الأخيرة تتمتلك أسلحة متطورة ونفوذ اقتصادي جد واسع، الشيء اللي كيخلي المواجهة طويلة ومعقدة. سقوط إلمنتشو تعتبر ضربة قوية للجريمة المنظمة، ولكن في المقابل كيرفع لنا خطر الانفلات الأمني على المدى القريب. وبطبيعة الحال المواطن البسيط هو اللي تيخلص الثمن، خوف يومي، اضطراب في الحياة، وخسائر اقتصادية كبيرة. هذا التوتر الأمني اللي تتعاني منه المكسيك دابا قبل 3 شهور فقط من انطلاق كأس العالم 2026 راه ماشي مجرد خبر ممكن ندوزو عليه مرور الكرام، بل عامل ممكن يحدد نجاح البطولة كاملة. الملايين ديال المشجعين غادي يزوروا المدن المضيفة، والسلطات مضطرة أنها تزيد في ضمان أمن الملاعب، الفنادق، الطرقات، وحتى المطارات. وأي تصعيد إضافي في العنف يقدر يخلق واحد الفوضى تنظيمية، تعطيل التنقل، إلغاء الرحلات، أو تخوف الجماهير الأجنبية من الحضور للمدن المستضيفة. من الناحية الاقتصادية، أي اضطراب أمني يقدر يضر بالعائدات الضخمة اللي كانت متوقعة من السياحة والفعاليات المرتبطة بالبطولة، ويزيد الضغط على الحكومة باش تخصص موارد إضافية للأمن بدل من الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والإعلامية. أما من الناحية الإعلامية، الأحداث الحالية تتخلي المكسيك معرضة أنها تكون بصورة سلبية قدام العالم، خصوصا أن الإعلام الدولي غادي يربط بين العنف والقدرة على استضافة البطولة بأمان. وهذا الضغط الإعلامي ممكن يزيد من صعوبة إدارة الحدث، ويخلي كل خطأ صغير كافي لتأجيج المخاوف الدولية. باختصار، كأس العالم 2026 في المكسيك راه ماشي مجرد منافسة رياضية، بل اختبار شامل لقدرة الدولة على السيطرة الأمنية، التنسيق اللوجستي، وإدارة صورة البلاد عالميا. نجاح أو فشل البطولة غادي يكون مرتبط مباشرة بكيفاش التعامل ديال السلطات مع موجة العنف الحالية وإمكانية منع أي تصعيد خلال الأشهر الثلاثة القادمة. السؤال اللي غادي نختمو به الحلقة واللي غنتسنى إجابته منكم: علاش واحد الإعلام اللي ديما كيهاجم المغرب باش يبين صورته خايبة قدام العالم وأننا ما نستاهلوش كأس العالم 2030، علاش حاليا داير عين ميتة على موضوع المكسيك رغم أنه كارثة بكل المقاييس؟ كنتسنى أجوبتكم في التعاليق. تحياتي لكم.